ممكن خطأ طبي يعمله دكتور يبوظ المبايض لمريضة؟ هل ممكن خطأ طبي يكون فيه الدكتور هو السبب لفشل عملية حقن مجهري؟ طب هو أصلا في حاجة اسمها خطأ طبي؟ تعالوا نسمع الحكاية وانتوا اللي هتحكموا. حرمني من حلمي يا دكتور، بوظ لي المبايض، عمري ضاع مني. كل أسبوع أسبوعين شهر بالكتير بشوف دموع زي دي. الدموع دي سببها خطأ طبي على حسب رواية صاحبها، لأن كل دمعة ليها حكاية. واللي بيوجعني أكتر إن المريضة ساعات بتشوف الدكتور مجرم كأنه السبب في وجعها. النهاردة أحكي لكم حكايتين من أكتر القصص اللي وجعت قلبي. حكاية مروة اللي الخطأ الطبي بوظ لها المبايض، وحكاية داليا اللي الخطأ الطبي ضيع عليها فرصة نجاح الحقن المجهري. وفي الآخر كل واحدة فيهم قالت الدكتور هو السبب. اسمعوا للنهاية واحكموا. مروة 35 سنة من شبرا، طيبة خفيفة الدم، بس عيونها فيها تعب سنين. اتجوزت وهي عندها 25 سنة، وكانت أول حاجة بتقولها لجوزها: نفسي أسمع كلمة ماما منك قبل أي حد. أول سنة عدت، التانية، التالتة، وكل شهر بتقول نفس الدعاء ونفس الصدمة. راحت لكل دكتور واي دكتور في منطقتها والمناطق اللي حواليها اللي كانوا بيقولوا لها عليهم، وكل دكتور فيهم يقول لها كلام مختلف حسب ما هي فاهمه. ده يقول مفيش مشكله استني، وده يقول خدي منشطات وهتبقي تمام. بقت تحفظ اسماء الادويه اكتر من اسمها. كانت كل شهر تقعد قدام اختبار الحمل بتبص عليه وايديها بتترعش وتقول في سرها يا رب المره دي، وبعدين تشوف النتيجه سلبيه. اللحظه دي قلبها كان بيوجعها قوي. جوزها بيحاول يضحك: ما تضحكنيش يا احمد، خلاص انا اتكسرت. لحد ما في يوم راحت مركز خصوبه وعرفت الحقيقه المره: المبايض ضعفت. قالت بصوت عالي: المنشطات هي اللي بوظت لي المبايض، الدكاتره بوظوني، الدكتور ده عمل خطأ طبي فيا، الدكتور هو السبب. كانت بتدعي عليه كل ليله وتقول: حرمني من الحلم ليه يا رب؟ ليه كل الناس بتخلف وانا لا؟ دموعها بقت صاحبتها، وزياره العيادات بقت كابوس. كانت لما تمشي في الشارع وتشوف شايله بيبي تبص بعيد وتخبي وجعها وتقول: ده كان ممكن يبقى انا. داليا 32 سنة، موظفة بسيطة، بتحلم تبقى أم من أول يوم جوازها. راحت كشفت وقالوا لها إن الأنابيب مقفولة. الأنابيب دي اللي هي قنوات فالوب، يعني اللي هي بتوصل ما بين الرحم والمبايض، يعني الطريق الطبيعي المطلوب للحمل مسدود. قالت مش مهم، الحقن المجهري هو الامل. باعت ذهبها وجوزها باع عربيته ودخلت تعمل العمليه. اول محاوله فشلت، قالت قدر الله وما شاء فعل. للاسف برضه الثانيه فشلت. المره دي الصدمه كانت اكبر من طاقتها. بقت تصحى كل يوم تبص في المرايه وتقول انا مش ام عشان الدكتور استعجل، وتقول الدكتور هو اللي عمل خطأ طبي وهو سبب الفشل في الحقن المجهري. مرة تقول اختار أجنة ضعيفة، ومرة تانية تقول ما تابعش، ما اهتمش، كان عاوز يخلص. كانت كل يوم تقفل على نفسها الأوضة وتقعد تعيط بالساعات وتدعي يا رب توريه الدكتور يعني اللي أنا فيه. بقت تشوف أي طفل صغير وتنهار وتقول لمامتها لو الدكتور كان تعب شويه كان زماني بقيت ام. وكل مره حد يسالها عن الحمل تقول نفس الجمله: الدكتور هو السبب. عارفين الوجع ده؟ وجع العجز. لما تحس ان حلمك مش في ايدك طبيعي تلومي اي حد، بس المره دي خليني اقول لكم الحقيقه اللي محدش هيقولها. مروه كانت فاكره ان المنشطات بوظت المبايض، لكن الحقيقه هي كانت داخله على سن المبايض فيه بتضعف طبيعي. كل ست بتتولد بعدد محدد من البويضات، وكل سنة العدد ده بيقل والجودة كمان. بعد سن ال 35 تبدأ البويضات تبقى أضعف ومعدل الحمل يقل للنص تقريبا. المنشطات مش بتبوظ المبيض ولا بتقلل عدد البويضات، دي بتحاول يساعده يشتغل. بس لما يكون مخزون المبيض، يعني عدد البويضات اللي موجودة في المبيض قليل، المبيض مش بيستجيب حتى لو الدكتور عمل المستحيل. اللي حصل مع منى اسمه في الطب ضعف تبويض مرتبط بالعمر، بالانجليزي age related ovarian decline، يعني الطبيب ما بوظش المبيض
هو حاول يحارب الزمن اللي كان سابقها شويه. داليا بقى في القصه دي انا بشوفها كل يوم في العياده. الناس فاكره ان الحقن المجهري ضمان حمل، لكنه علميا محاوله طبيه منظمه. نسبه النجاح في العالم كله من 40 الى 50%، وفي بعض الحالات 60%، لكن عمرها ما تكون 100%. عوامل كتير بتأثر في نجاحه زي جودة البويضات ودرجة انقساماتها بطانة الرحم وقدرتها على استقبال وانغماس الأجنة فيها، وطبعا مناعة الزوجة وطريقة تعامل جسمها مناعيا مع الأجنة، والمادة الوراثية للحيوان المنوي وكروموزومات الجنين نفسه و واسباب كتير. الطب هنا بيحاول، بس النتيجه مش مضمونه 100%. وطالما الدكتور بياخد السبب يبقى ما عليهوش عتاب. اوقات القدر هو اللي بيقول لا، ومشيئه ربنا قبل كل شيء، لان مشيئه ربنا هي اللي بتحدد القدر. انا فاهم الوجع، بس برضه لازم نفهم ان الدكتور مش خصمك، هو بيحارب معاكي مش ضدك. الطب مش وعد، الطب محاوله، واوقات اللي شايفاه ظلم هو كان محاولة إنقاذ. نصيحة بقى لمروة وكل اللي زي مروة، ما تستنيش كتير من غير متابعة، خصوصا بعد أول سنة جواز. اعملي تحليل مخزون المبيض بدري، واسمه بالإنجليزي AMH. ولو فوق سن ال 35 لازم تتابعي مع دكتور متخصص بالإخصاب المساعد. حافظي على وزنك، حافظي على نومك، لأن دول بيأثروا على جودة البويضات. وما تسمعيش غير صوت العلم مش كلام الناس. ونصيحة بقى لداليا، افهمي ان الحقن المجاري مش ضمان 100%، هو احتمال وعلم. حافظي على هدوءك النفسي قبل واثناء التجربه. اختاري مركز خصوبه عنده معمل قوي وفريق متكامل يتابعك. لو فشلت التجربه دي مش معناها النهايه، دي خطوه. والرحمه بالنفس اهم من اي نتيجه. مش كل مره الدنيا تمشي بالعكس يبقى الدكتور هو السبب. اوقات ان الدكتور هو السبب انك لسه بخير. دمتم سالمين.